سلام الغزالات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك علينا وعليكم، ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم المشروب اللي يساعد لكم البشره ديالكم بحال ديما، ويعني مشروب اللي ساهل بزاف، تقدروا ديروه حتى في رمضان تكونوا خارجين تديو معكم. وغنشارك معكم يعني الصباغه اللي كندير. بزاف ديال البنات قالوا لي شاركي معنا الصباغه اللي كديري لشعرك، وان شاء الله غنشاركها معكم في هذا الفيديو هذا. وغنشارك معكم ماسك ديال البشره. وبالنسبه للهالات السوداء، يعني للناس اللي كيعانيو من الهالات السوداء، هذا الفيديو ليكم. وما تنساوش لايك وسبسكرايب، ونقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر. واول مكون غنبداو به هذا المشروب هذا اللي هو الخيار. كيف ما كنعرفوا على الخيار، يعني كيفتح لون البشره، كيرطب البشره اللي كتكون جافه بزاف، وكيقلل من تورم والانتفاخ اللي كيكون تحت العين وفي البشره، وكيعالج حب الشباب. وتاني مكون اللي هو الحامض. كيف ما كنعرفوا على الحامض حتى هو كيفتح لون البشره، كيخفف من حده ديال تصبغات البشره، كيجدد الخلايا، وهو يعني منظف طبيعي للبشره، يعني يساعدكم من الداخل انه ينظف لكم الجسم ديالكم من السموم، باش انه يخلي لكم وجهكم يبان انه زويون ويبان نقي وما فيه حتى شي حب الشباب، ما فيه حتى شي حاجه. ثالث مكون اللي هو الفريز. اما بالنسبه للفريز فهو كيأخر من علامات تقدم في السن، حيث كيحتوي على فيتامين سي اللي كيعزز لنا انتاج الكولاجين في الجسم، وكيخفف من الالتهاب ديال حب الشباب، وكيحمي البشره يعني من سرطان الجلد، وكيساهم في تفتيح البشره، وكيوحد لنا لون البشره. واخر مكون اللي هو النعناع، يعني اوراق النعناع. كيف ما كنعرفوا على النعناع، يعني كيلمع لينا البشره ديالنا، يعني كيعطينا واحد اللمعان للبشره، يعني واحد الحيويه للبشره، ومهدئ للبشره، وكيحافظ على الرطوبه، يعني كيحافظ لنا الرطوبه ديال البشره ديالنا باش تبان انها صحيه، وكيمنع من الجفاف ديالها. بالنسبه للمشروب البنات، يعني ممكن ديروه في قرعه كبيره وتحطوه في الثلاجه، يعني ما يفوتش عليه يومين انكم كتشربوا داك الماء. يعني واخا في رمضان يعني شربوه، راه ما يدير لكم والو، يعني كبديل الماء تقدروا تخرجوه معكم تشربوه في الزنقه، يعني من يجيكم العطش. واعر واعر بزاف البنات، يساعد لكم البشره ديالكم ويخليها لكم تبان واعره بزاف. بالنسبه للصباغه البنات، قالوا لي بزاف شاركي معنا الصباغه اللي كديري لشعرك، وقررت انني نديرها معكم في هذا الفيديو هذا، ونشارك معكم الصباغه اللي كندير. انا كندير جوج صبايغ، يعني جوج براند ديال الصبايغ مختلفين. هذه كنديرها بعض المرات، يعني مره يعني انا اصلا شعري كحل، هي انا كيعجبني انني نجدد ليه الصباغه. ونوريكم يعني صباغه اخرى يعني اللي كندير حتى هي زوينه بزاف، يعني ما كطيح الشعر، وجات ليا مع شعري يعني خلاتو ليا يبان زوين. وقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم، يعني ملي كان طالع بزاف قلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معكم.
من بعد 35 دقيقه كندخل نغسل شعري، يعني دغيا هي كتشد هاد الصباغه هادي وصافي. كنغسلو بالشامبوان اللي كندير دائما، اللي موالفه انا نديرو، وكندير هذاك المرطب او الكونديشنر اللي كيجي معاه، كنطبقو 5 ديال الدقائق وكنغسل شعري نورمال، يعني واعر واعر بزاف، كيخلي لي شعري يبان غزال غزال. بالنسبه للمقشر ديال الوجه، يعني انا عزيز عليا ندير القهوه، يعني اللي كتكون حبوب، كتكون مطحونه، كتعجبني بزاف حيت كتكون شويه يعني احسن من هذيك اللي كتذوب، يعني نقدر نحتفظ بها في الثلاجه. ومن بعد نهزها يعني ونزيد عليها شويه ديال الزيت ونعاود عاوتاني نطبقها على وجهي، يعني كتكون واجده عندي. وكنزيد معها 3 المعالق ديال السكر، يعني تقدروا ديروا الكميات اللي باغيين، يعني نتوما حرين. وصافي كنخلط كلشي بزيت الزيتون وشويه ديال الزيت ديال اللوز، وصافي كنخلط كلشي وكنحطها، يعني كنستعملها من النهار اللي كنبغي مثلا عاوتاني نعاود نستخدمها، كنزيد ليها شويه ديال الزيت وكنخلط كلشي وكنعاود نطبقها على وجهي. بالنسبه للمكونات ديال الماسك غنحتاجوا يعني قهوه، اي نوع ديال القهوه تقدروا ديروها، يعني وديروا الكميه اللي نتوما تحتاجوها للوجه ديالكم. انا درت هنايا 2 معالق، يعني مازال ما نضطر يديروا معايا. وغادي نخلط معاه النشا او يعني مايزينا، غادي نخلط معاه يعني ملعقه كبيره، وغادي ندير معاه يعني زبادي او دانون مسوس حتى هو ملعقه كبيره، يعني حتى نشوف الخليط انه متجانس، يعني الماسك ديالي واجد ونطبقه على وجهي. هذا من احسن الماسكات اللي تقدروا ديروها، يعني بالنسبه للناس اللي كيعانيو من جفاف البشره، يعني كيوحد لكم لون البشره، كيفتح عليكم. يعني كنعرفوا على القهوه انها مرطب اللي هو زوين زوين للبشره، وحنا عرفنا بهذا الجو هذا يعني بارد، يعني كنحتاجوا شي حاجه لانها ترطب لنا البشره ديالنا.
بالنسبه للهالات السوداء يعني المكونات يعني نص خياره، يعني تقدروا ديروا الكميه اللي باغيين، نص خياره راه كافيه. يعني انني نحكها مزيان يعني في ديك الحكاكه اللي كتكون رقيقه باش يخرج ليا الماء ديالها. وغادي ناخذ دوك القطنات يعني وغنقسمهم على جوج باش يجيوني على تحت العين. من بعد ما قطعتهم يعني غنحطهم في واحد القريعه وغادي نخلط معاهم داك الخيار اللي حكيت، وغادي نخلط مزيان حتى يدخل داك الخيار في دوك القطنات يعني يوليو فازكين، نحس بهم انه يعني شربات هذيك الكميه ديال الخيار اللي درت. من بعد غنزيد عليهم الماء ورد وغنزيد شويه ديال زيت اللوز. بالنسبه لهذا البنات تقدروا تحتفظوا بهم في الفريغو، يعني تقادوهم يعني وحده فوق وحده يعني باش يكونوا مقادين، وتحطوهم في الفريغو يعني في اي مره بغيتو انكم تستخدموهم ديروهم تحت العين يعني واعرين بزاف، يحيدوا لكم انتفاخ العين والكحوليه اللي كتكون تحت العين. يعني كيف ما عارفين حنايا بالصهير وبكثره الخدمه وهذا يعني كيكحل لنا تحت العين، وحنا ضروري خاصنا نهتموا بتحت العين يعني يكون واحد الترطيب تحت العين، وهذه من احسن الحاجات اللي تقدروا ديروهم تحت العينين ديالكم.
ما يسالي الفيديو بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم الزوينه، وعلى البنات اللي كيقولوا انهم جربوا الوصفات ديالي ولقاو منهم نتيجه، يعني شهاده ديال الحق. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم المره ثانيه، وشكرا على الكلام الزوين. البنات اللي كيديروا لي كلام زوين الله يخطيكم عليا، واخا ما كنعرفكمش راكم في القلب، اقسم بالله راكم في القلب. وبغيت نقول لكم الا كنت عطل عليكم راه غير مع ستاج والخدمه كنيا، ولكن راكم في البال مازال لوح لكم جديد الزيوت الوصفات، وهي انكم تجربوهم يعني دوموهم يعني، وغتشوفوا النتيجه اللي انتم باغيين. وما تنسونيش بالدعم لايك والسبسكرايب. نقول لكم تهلاو في ريوسكم، نقول لكم باي باي، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي.